النهارده هنعمل مع بعض الرز بلبن بتاع المحلات، حاجة خطيرة من الآخر. يلا بينا. السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض الرز بلبن بتاع المحلات بكل تكاته وحركاته. يلا بينا نشوف مع بعض ايه هي المكونات وايه هي المقادير بالظبط. يلا بينا. ادي معايا كوبايه من الرز. كوبايه الرز دي انا غسلاها ومصفياها وهنحطها في الحله زي ما احنا شايفين كده. كوبايه رز هنحط عليها كوبايتين من الميه. تمام كده. يلا بينا. ادي كوبايه وادي التانية، ويلا بينا نرفع الرز بالمية على النار لحد ما يتشرب معايا. يلا بينا. وادي الرز اهو بعد ما رفعته من على النار وبعد ما اتشرب معايا، شايفين هو ده القوام اللي انا عايزاه. كوبايه رز عليها كوبايتين من الميه. ودلوقتي انا مجهزه كيلو لبن من اللبن البلدي بالقشطه بتاعته، هنزل بيه على الرز بتاعي. تمام كده. ادي نزلنا بكيلو اللبن بالقشطه بتاعه. طبعا يفضل ان احنا نستخدم لبن بلدي. تمام كده. ونقلبه كويس قوي مع الرز. ومجهزين كوبايه الا ربع من السكر. ادي كوبايه الا ربع من السكر. طب انا عايزه احط كوبايه، حطي كوبايه. عايزه تزودي زودي، ده حسب الرغبه وحسب انتي بتحبي السكر كتير او قليل. تمام كده. بس المظبوط بتاعه هو كوبايه الا ربع من السكر على كيلو لبن. تمام كده. طب ونقلب المكونات بتاعتنا كويس قوي. وادي بعد ما قلبناها مع السكر كويس قوي، انا مجهزه معايا نص كوبايه من الميه، عليها معلقه من النشا ومعلقه من الكريم شانتيه. طب ما عنديش كريم شانتيه يبقى نكتفي بالمعلقه بتاعه النشا وننزل بيها كده. وطبعا لازم ندوب النشا مع الكريم شانتيه في نص كوبايه ميه بارده. تمام كده عشان ما تعقدش معايا. يلا بينا بقى نقلب المكونات بتاعتنا كويس قوي ونرفعها على النار. وادي دلوقتي احنا رفعناه على النار، نفضل ايدينا فيه اللي هو تفضلي تقلبي فيه لحد ما هيتقل معاكي. تمام. على نار وسط. وادي الرز بلبن بتاعي تقل معايا زي ما انتوا شايفين كده، هو ده القوام اللي انا عايزاه. طالما تقل معايا كده هنزل بورقه من الفانيليا. طب ما عنديش فانيليا اللي هي الباودر دي، عندي فانيليا سايبه، يبقى على طرف المعلقه نحط منها على الحله بتاعتنا ونقلب كويس. انا بخليها في الاخر عشان تفضل ريحه الفانيليا موجوده في الاكل. تمام كده. طب القوام بتاعي اهو بقى قوام مثالي اهو، هو ده القوام اللي انا عايزاه. نقفل على الرز بلبن ويلا بينا نصبه. وادي الرز بلبن بعد ما صبناه، شايفين شكله عامل ازاي؟ ما شاء الله. يعني الكيلو عمل اللي هو 6 اطباق بتاع ده مليانين كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده. وكمان كاس معايا اهو. طبعا انا حطيت بتاع ده الزبيب وجوز هند. طبعا انتوا بتحبوا ممكن تزوقوا الاطباق بتاعتكم كلها. لو في حد بيحب ساده ممكن نخليه ساده عادي مفيش مشكله. وممكن كمان نحط عليه سوداني او اي مكسرات عندنا المتوفر عندك، بيبقى طعمه لذيذ وحلو قوي. يا رب تكون الوصفه عجبتكم واشوفكم على خير فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.